في مسلسل ليالي الحلمية أعطاك نجومية زائدة وجماهيرية أكثر، فما رأيك؟ متشكر. يعني شايف رأيه صح؟ يعني شايف والله ما اعرفش، هو يشوف اللي يشوفه. انا ما انت كيحيى الفخراني شايف ان ليالي الحلمية صنعت نجوميتك؟ بالتاكيد العمل الناجح بيفيد كل العاملين فيه. فما بالك ان انا عملت دور مهم في العمل، اكيد فادني جدا. ومع ذلك له ميزات وله عيوب، وانه يعني انا قعدت حوالي 6 سنين تقريبا في التلفزيون لا اعمل غير ليالي الحلميه، لان ما اقدرش اعمل اعمال تانية، انا ما بعملش غير عمل واحد في السنه. فكان لازم اعمل العمل ده، خلاص بقى التزام تجاه الجمهور مش تجاه اي حد تاني. ان عمل نجح فعليك انك تخلصه. فقد يفيد بعض الممثلين. بالنسبه لي انا كنت احب ان انا اغير دايما ادواري، يعني انا طبيعتي يعني دايما احب اغير الادوار. فده يمكن كان بدايه لنا شخصيا عشان كده، لكن نجاح العمل كان اكبر معوض يعني. نجاح هذا العمل والجماهيرية الشديدة اللي حققها، هل ممكن يخلي الفنان يصاب بالغرور أو يبعد شوية عن جمهوره لحسن يبقى كتير؟ لا، هو لا يبعد شوية عشان الناس ما يقولوش هو كتير. ده هو كل ما يعني الفنان بيعمل عمل ناجح لازم يدور على العمل الأنجح، فلازم يبعد ما بيبقاش كتير. طب والثقة الزايدة؟ الثقة الزايدة دي كارثة. لو حد وثق في نفسه أو اتغر ضاع. يعني ما اللي يعني أنا رأيي العكس. يعني إيه؟ يعني المغرور هو اللي مش هيتهز. يعني أنا لازم أبقى عارف إن أنا عندي حاجة أهم عايز أعملها. فأنا لو توقفت عند عمل نجحت فيه خلاص، لو هعمل إيه؟ فلازم ده بالعكس ده يقلقني ان انا لازم اشوف حاجه تانية في التعامل مع الزملاء وفي التعامل مع الناس. لا التعامل ما انا بقول لك ده خاص بالشخصيه. هل هو قادر على تحمل ده ولا لا؟ ما في واحد لو او واحده، غالبا بتبقى واحده يعني. لا كتير بنلاقي فنان بيصاب بنفس الحاله. ما هو بيصاب نتيجه انه مش قد نجاحه ده. والحالة أغلبها ما بتبقاش غرور قد ما هي بتبقى عدم ثقة في النفس وإحساس بالنقص، فيعوضوا بالكلام يعني أو بالادعاء إنه بقى أو فاهم أو كده. لكن أنا متهيألي يعني اللي واثق في نفسه مش هيبقى مضطر يعمل ده. تاني حاجة ان الفنان شايل هم شغله وهم اللي بعد كده، فمش هيبقى فايق انه يعني ياخد حيز من طاقته في انه يتغير ولا يمثل او يتمنظر زي ما بيقولوا كده او الحاجات دي. لا الحمد لله يا استاذ يحيى، يعني انت لم تصب بهذه الحاله. والله زي ما انت شايفه.